احنا عندنا 3 انواع من الضرايب. عندنا حاجة اسمها الضرايب العقارية، وعندنا ضرايب التصرفات العقارية، وعندنا ضرايب الثروة العقارية. ضرايب التصرفات العقارية حتى باينة من اسمها، يعني انت عندك عقار وهتتصرف فيه، تتصرف فيه يعني هتبيعه. فضرايب التصرفات العقارية دي بتحصل لما حضرتك بتبيع عقار او بتتنازل عن الملكية لشخص معين غير الابناء لهم وضع مختلف. بتدفع قد ايه؟ بتدفع 2.5% من قيمة المبلغ ده. مين اللي بيدفع الفلوس ده؟ البايع الراجل اللي دخله فلوس هو اللي بيدفع 2.5% من قيمة التعاقد. طيب لو الضرايب شافت ان حضرتك عامل عقد كده بخس ومش كاتب قيمة حقيقية للعقار بتاعك، هم بيحطوا لك قيمة سوقية وبيفرضوا عليك 2.5% للتصرفات العقارية. طيب ايه الضرايب العقارية؟ الضرايب العقارية دي اللي اسمها العوايد، اللي زمان كان المؤجر، زمان ده اللي هو ايه؟ قبل 4 أغسطس اللي فات ده، كان المؤجرين ما بيدفعوش ضرايب على العمارات بتاعتهم. ليه؟ يعني بيدفع 2 جنيه 3 جنيه. ليه؟ كان معفي من الضرايب العقارية اللي هي اسمها العوايد. ليه؟ لأن الإيجار كان بسيط. لكن دلوقتي حضرتك هتدفع ضرايب عقارية بما يعادل شهر في السنة عن قيمة الشقق اللي عند حضرتك. عشان كده مصلحة الضرايب بتقولك تتقدم بالعقود الإيجارات اللي عندك عشان يقدروا يحاسبوك. ضرايب الثروة العقارية. الثروة العقارية دي بقى هنا بتدفع ضرايب على البيوت والعقارات سواء حضرتك أجرتها أو ما أجرتهاش، يعني حضرتك بس إنك مالكها كده فبتدفع عليها فلوس. فلازم يا جماعة المؤجرين أو غير المؤجرين أي حد عنده عقارات يروح يتأكد من الضرايب هو عليه ايه، عشان ما يلاقيش فجأة حساباته البنكية تم ايقافها او تم تجميدها وهو مش عارف ولا يدخل لها فلوس ولا ياخد منها فلوس. تقول لي طب هم هيعرفوا منين ان انا مأجر او مش مأجر؟ لو حضرتك مأجر ايجار جديد سواء محلات سواء شقق سواء اي حاجة، اللي حضرتك مأجر له ده بيستخدم العقد الايجار، بيدخل تليفون بيدخل انترنت بيعمل سجل تجاري بيعمل. فاول ما الحكومة بتشوف العقد بتاع حضرتك بالرقم القومي بتاع حضرتك بيسجلوا عليك الضرايب. مش لازم حضرتك تبلغهم، يعني هو الوحيدين اللي بيطالبوك انك تبلغهم عشان ما تتحولش للمساءلة القانونية اللي فيها حبس او غرامة. الداخلية بتقولك انت اول ما تأجر المسكن ده او الشقة دي لازم تخطرنا، غير كده انت بتعرض نفسك للغرامة خلاص. لكن الضرايب حضرتك بلغتها او ما بلغتهاش هي بتعرف. روحوا اسألوا على الضرايب اللي عليكم عشان ما تلاقوش حساباتكم البنكية اتجمدت. هتقولي طب هم يعرفوا حساباتي البنكية منين؟ هم الضرايب بتخطر البنك المركزي، والبنك المركزي بينزل نشرة باسم حضرتك لكل البنوك. فلو حضرتك عندك حساب في 3-4 بنوك هتلاقيها كلها وقفت بسبب الضرايب. فده بس كان ايه كلمتين كده للمؤجرين اللي فرحانين بالقانون. يعني ايه، مش هقول لكم بقى تعملوا ايه.